يا صباح الفل، ده يوم من أيام سنة أولى جواز والنهاردة أول يوم في المصيف. تعالوا بقى أخدكم معايا في يومي النهاردة وأقول لكم عملت إيه. اول حاجه بقى اليوم بدأ بدري قوي، بدأ الساعه 7 الصبح، فبدأت احضر بقى الايس كوفي بتاعي عشان مش هلحق اشربه. فحضرته كده وحطيته في المج الحراري واخدته بقى ولبسته وجهزت، وده بقى كان الاوتفيت بتاع المصيف. جهزت بقى وخدت الشنط بتاعتي، وكنت طبعا مرتبه كل حاجه من قبلها بيوم بقى، فجهزنا بقى كل حاجه واخدنا بقى الشنط كده ونزلنا. بعد كده بقى بدأنا نحط الشنطه في العربيه ونرتب بقى كل الحاجات بقى بتاعتنا. كنت مقرره ان انا مش هاخد شنط كتير، بس الشنط الحقيقه ملت العربيه. اوتفيت شيكس كده سريع برضو تاني. وبعد كده بقى اتحركنا على الطريق، فطرنا طبعا في الطريق علشان ما كناش لحقنا نفطر في البيت. وبس كده بقى بدأنا نتحرك على الساحل. وبصراحه كان الطريق حلو قوي، فضلنا بقى مشغلين اغاني طول الطريق كده لحد ما وصلنا. الطريق تقريبا اخد مننا ساعتين او ساعه ونص حاجه كده. وبعد كده بقى وصلنا واحنا في الطريق شربت طبعا الايس كوفي بتاعي بعد الفطار كده عشان كنت عايزه انام جدا بجد، ما كنتش نايمه غير 3 ساعات. وصلنا بقى عند الكارتة وكان تقريبا بينا وبين الشاليه حوالي ربع ساعة بقى، فبدأنا نجهز ان احنا ننزل من العربية. وصلنا بقى الشاليه وقلت اصور لكم بقى الفيو الخطير ده بقى والشجر. بجد بحب قوي فيو الشجر اكتر من فيو البحر، معرفش ليه. قعدنا بقى شوية نستريح طبعا من الطريق وشغلنا التلفزيون كده، قعدنا نتفرج على اي حاجة. وبعد كده بقى بدأنا نجهز في الغدا عشان كنا جعانين جدا. عملنا بقى السلطة وكنا جايبين اصلا الاكل جاهز بقى معانا من اسكندرية، كنا جايبين الكفتة معانا من اسكندرية جاهزة علشان ما نروحش بقى لسه هنعمل اكل. جهزنا بس السلطة وسلطة الطحينة وبس كده اكلنا بقى. وبعد كده اخدت كوباية بيبسي كده وابتدينا بقى نجهز علشان ننزل للبحر. وده كده كان الاوتفيت بتاعي. انا بصراحة ما فضيتش الشنط بتاعتي، كنت باخد منها الهدوم كده من الشنطة. جهزت بقى شنطة البحر كمان وابتدينا بقى ننزل وعشان نروح البحر. انا بقى من الناس اللي ما بتنزلش المية بتاعة البحر خالص، بجد بحب اقعد قدامه كل حاجة، بس مستحيل انزل مية البحر. هسيبكم بقى مع الصوت الخطير ده اللي وحشنا كلنا. فضلت قاعدة بقى كده قدام البحر بقى نتصور ونتفرج كده على جمال البحر بقى ونستجم كده. اخدنا صور بصراحة كتير قوي حلوة، والجو بصراحة كان جميل كده وفرق في نفسيتنا جدا بجد. اول ما وصلت كده بصراحة حسيت ان انا جاتلي طاقة ايجابية كده وبجد كنت مبسوطة قوي. بعد كده بقى روحنا عشان نروح الشاليه بقى عشان كنا طبعا